الشيعة يبكوا على مقتل الحسين كل سنة. أباك تشوف هذه الحلقة وانت مروق، لأنها بتتضح لك أشياء يمكن تكون انت جاهلنها، أو خلينا نقول ما سمعت فيها. وراح أطلع لك أحاديث من السنة أن الرسول كان يبكي على مقتل الحسين مثل هذه الأيام. بس قبل لا نبدي بقول كم شيء. لما كنت صغير على هذه الأيام اللي هي أيام محرم، كنت أروح الماتم اللي هي مجالس الحسين، وكنت حاط في بالي أن هذه المجالس بس للشيعة. كذلك ربع السنة ماخذين هذه الفكرة، وانا ما استبعد انك انت حتى بعد ما اخذ هذه الفكرة ان اي حد يروح الماتم وحتى انه يبكي على الحسين شيعي. لدرجة والله شاهد على ما اقول ان في المدرسة كانت في اعتقد قصة الحسن والحسين، واذكر الاستاذ كان قاعد يقول لنا قصة الحسين وقال انه مات، بس ما شرح انا بالتفصيل كيف مات، بس قال انه مات، وقال انه يعني قصوا راسه وعشان كذا الشيعة تبكي عليه. ركز، قال الشيعة تبكي عليه. دام الاستاذ ما اخذ هذه الفكرة، فهذا يتضح لي ويش ان حتى الاستاذ ما عنه نفسه وبحث عن سيرة الحسين، ما بس شيء خلاص. في هذا المقطع بإذن الله أبى أثبت لكم أن نحن كلنا كمسلمين المفروض نبكي على الحسين في هذه الأيام، ما بس الشيعة، لا هذا مفهوم خاطئ. يا أخي الحسين مات شهيد سعيد تو في الجنة خلاص، والشيعة تبكي كل سنة ليش؟ خلينا نشوف حال الرسول في مثل هذه الأيام، هل كان سعيد أم كان حزين يبكي على الحسين؟ ملاحظة، كل المصادر من كتب السنة فقط، وأي حديث بخليه في هذا المقطع صحيح، ما في حديث ضعيف. عن عبد الله بن نقي عن أبيه أنه سار مع علي رضي الله عنه، وكان صاحب مطهرته، فلما حاذ نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي رضي الله عنه: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله، بشط الفرات. يعني الإمام علي كان ينادي أبا عبد الله يقول له اصبر اصبر. قلت وماذا قال؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعينات فيضان. يوم دخل الإمام علي على الرسول وجد عينات فيضان من الدموع. هل هذا دموع فرح أو دموع حزن؟ الإنسان من الفرح